واش عندك هاد الإحساس؟ نهار واحد ولا نهار جوج ديال الشهر كيوصلك ميساج من البنك باللي الصالير دخل، كتحس بواحد الراحة باللي أخيرا غادي تقدر تدبر راسك. ولكن قبل ما حتى تفرح كيجي ميساج تاني وثالث ورابع. البنك كيقطاطع، الكريدي كيقطاطع، التأمين كيقطاطع، وفي أقل من دقائق الصالير اللي تسنيتيه شهر كامل بدا كيتبخر. وفي أقل من 2 دقائق نص الصالير ديالك ولا غير أرقام حمراء في شاشة التليفون ديالك كتشوفهم وما قادرش تستوعب كيفاش تعب شهر كامل قدر يختفي بهاد السرعة. وكتسول راسك، واش أنا اللي غلطان؟ ولا هادشي كامل طبيعي؟ واش المشكل فيا؟ ولا الحياة ولات قاسية بزاف؟ اسمعني مزيان، ماشي طبيعي. هادشي ما جاش بالصدفة. هاد السيستم مصمم بدقة باش يخليك خدام طول حياتك، تجري وتخلص وتعاود من جديد وما تعيقش حتى شنو وقع بيك. اليوم غنهدروا على الكريدي الاستهلاكي، ماشي الكريدي ديال الدار وماشي ديال الطوموبيل. كنهدروا على داك الكريدي اللي كيبان صغير ولكن كيقدر يربطك سنين بقرار خديتيه في دقيقة. الكريدي الصغير اللي كيبان بريء، مبلغ بسيط، أوراق قليلة وموافقة سريعة، كل شي كيبان عادي حتى كتفيق وباش تخلصوا ضاعوا شهور من حياتك. واحد النهار شي واحد خدا كريدي استهلاكي غير 20,000 درهم. المبلغ بان بسيط، ماشي كبير بزاف، ولكن ما كانش عارف باللي القرار اللي خدا في نهار واحد غادي يتبعو شهور ويمكن سنين. ولكن فاش كتجمع كل شي مع بعضياته كيبان الرقم الحقيقي: 20,000 درهم أصل، وزيد عليهم 3200 درهم فوائد. وفي هاد اللحظة بالضبط كتفهم باللي المبلغ ما بقاش هو اللي خديتي، بقى شي حاجة أخرى أثقل وما كتبانش من الأول. وهاد الفرق 3200 درهم ماشي غير رقم، هادشي كيقدر يكون ساعات من عمرك، نهارات خدام وتعب وسهر، وفي الأخير بعتيهم للبنك بلا ما تحس. خلينا نتعرفوا على رشيد. موظف عنده 34 عام، كيشد صالير ديال 6000 درهم. حياة عادية بحال بزاف ديال الناس، ولكن ورا هاد الأرقام البسيطة كاين قصة أخرى. رشيد راجل معقول، ماشي واحد اللي كيبدر وماشي واحد اللي كيعطيها للزواق. حياته بسيطة وخياراته محسوبة، كيحاول يعيش
بقد ما عنده، ماشي بقد ما كيتمنى. أول كريدي في حياته. رشيد خداه باش يشري تليفون جديد. جهاز كيبان بسيط، ولكن الثمن ما كانش بسيط. 500 درهم كل شهر، غير باش يبقى شاد واحد الهاتف اللي في الأول كان غير حلم صغير. ومن ذاك اللحظة بدا واحد المسار ما كانش حاسب ليه الحساب. ومن بعد جاتو حاجة ما كانش حاسب ليها. الطوموبيل خاسرة وخاصها تصليح. زيدوا 700 درهم أخرى فوق 500 ديال الهاتف. بدا الحمل كيكبر وهو باقي كيبان ليه عادي. وفي نفس الفترة زوجته قالت ليه بغيت نجدد الكوزينة. طلب بسيط كيبان عادي، 600 درهم، ولكن في ذاك الوقت كل مصروف صغير كان كيبدا كيضغط عليه أكتر. وفي نفس الوقت الوليدات الصغار كانوا محتاجين مصاريف ديال المدرسة. 400 درهم أخرى، ماشي اختيار ولكن ضرورة. وفي ذاك اللحظة رشيد بدا كيحس باللي كل شي كيتجمع فوق بعضياته بلا توقف. ودابا رشيد وصل لمرحلة صعيبة، كيخلص 2200 درهم في الشهر غير كريديات. من صالير ديالو 6000 درهم بقاو ليه غير 3800 درهم باش يعيش، باش ياكل، باش يكري، باش يدوز الشهر. كل شي ولا محسوب، والمساحة ديال العيش ولات كالضياق كل نهار. كيبدا الشهر كيخلص الكراء، الماكلة، الفواتير، كل شي كيمشي في هذا الاتجاه بلا ما يحس. وفي الآخر والو، غير فراغ وإحساس باللي كل شي تبدد. وفي نهاية الشهر ما كاين حتى درهم، ماشي في الحساب الجاري وماشي حتى في الادخار. والو، كل شي كيمشي وما كيبقى حتى شي أثر للمستقبل. البنوك ماشي غبية، هي أذكى منا كاملين. عارفة شكون كتسلف، وشحال كيربح، وشحال يقدر يتحمل. وحنا غير كنظنوا راسنا فاهمين اللعبة، ولكن في الحقيقة القواعد ماشي ديالنا. كيقولوا ليك ساهل، سريع، بلا ضمانات، غير 5 دقايق وعندك الفلوس. كل شي كيبان مثالي، كيبان بحال حل سريع لكل شي. ولكن ورا هاد السرعة كاين تمن ما كيبانش في الأول. ولكن اللي ما كيقولوهوش ليك هو باللي فاش كتقبل داك الكريدي كتكون كتبرع بجزء من صاليرك ديال الغد، ماشي غير الشهر الجاي، حتى اللي من بعده. كتبيع وقتك في المستقبل وانت حاسب راسك غير كتسلف. حرفيا كتشري راحة اليوم بعبودية الغد. واحد عنده كريدي واحد وبدا كيحس بالضغط. الحل اللي كيبان ليه ساهل ياخد كريدي تاني باش يريح الأول،
وفي ذاك اللحظة كيبان ليه باللي لقى المخرج، ولكن الحقيقة ماشي خرج. هذيك غير الباب الأول في الدوامة، وكل كريدي جديد كيشدو أكتر، وكيوصل لواحد المرحلة فين حتى إلا تزاد الصالير ديالو ما كيحسش بالفرق. علاش؟ حيت الزيادة ما كتمشيش ليه، البنك هو اللي كيستافد منها، وهو كيبقى غير خدام كتر باش يخلص كتر. الفلوس كتزيد ولكن حياته ما كتبدلش. وفاش يوصل ل55 عام، يعني 21 عام أخرى، سنين كاملة ديال الخدمة، الصباح، العشية، والتعب اللي ما كيساليش. خدم عمر كامل، ولكن في الأخير ما ادخر حتى والو. سنين دازت والجيب بقى خاوي، بحال إلا الوقت مشى بلا ما يخلي أثر. وغادي يجي نهار يتقاعد، المعاش صغير، ما كافيش حتى الحاجات البسيطة، ومن بعد عمر كامل ديال الخدمة والتعب والجري، غادي يلقى راسو راجع كيطلب من ولادو بعد ما كان كيصرف عليهم ولا محتاج ليهم. إذن شنو هو الحل؟ واش كاين مخرج من هذه الدوامة؟ واش ممكن تعيش بلا ما تبقى تابع لكل هذه الالتزامات؟ سؤال بسيط، ولكن الجواب كيبدل حياة كاملة. أولاً، وقف. حبس من اليوم أي كريدي استهلاكي جديد، أي عرض، أي إغراء، خليه واقف، حيث كل مرة كدير خطوة بحال هادي كتزيد تربط راسك أكثر. وأول باب في التغيير هو أنك توقف النزيف. ثانياً، خاصك ترتب الكريديات اللي عندك من الأعلى فائدة للأقل، ماشي عشوائي، ماشي كيف ما جا، لأن كل نسبة فائدة كتاكل من عمرك شوية بشوية، وانت خاصك تبدأ بأكثر واحد كينزفك. ثالثاً، قبل ما تشري أي حاجة قف لحظة وسول راسك سؤال واحد فقط: واش أنا كنشري هاد الشي ولا كنكري المستقبل ديالي باش نشريه دابا؟ السؤال بسيط، ولكن الجواب ديالو كيكشف الحقيقة كاملة. رشيد في الآخر فهم ماشي الحياة اللي كانت ضده، ولكن القرارات اللي كان كيدير، وبدأ يفيق شوية بشوية، حيت في ذاك اللحظة قرر واحد القرار مهم: يوقف النزيف. ومن ذاك النهار بدأ الطريق ديالو كيتبدل. الفرق بين العبد والحر ماشي هو الصالير، هو القرار اللي غتاخدو دابا. إلا كنت باغي
تفهم كيفاش تبني ثروة حقيقية من الصفر، وتخرج من داك الدوران اللي شد بزاف ديال الناس. ضرب سبسكرايب وفعل الجرس، حيت الخطوة الأولى كتبدا غير ملي كتقرر تفهم اللعبة.